السلام عليكم حبايبي واخواتي، بصوا الجمال، بصوا البق والعينين. الله، شكلهم يفتح النفس قوي، شكلهم جميل وطعمهم جميل، وبيتعملوا بكل سهولة في ثانية كده وانت واقفة في المطبخ. يعني وانت بتعملي اكل، بتعملي اي حاجة تعمليها في ثانية. انا معايا شوكولاتة جوفرتينا، او طبعا سما، او اي نوع انت حباه. انا جبته وقطعت شوية يعني، فتحتها كده او عملت المكعبات بتاعتها كده، هي بتبقى مكعبات، انا فكيتها من بعض كده عشان تبقى سهلة وانا بسيح. خدي بقى الكمية اللي انت عايزاها هتعمليها على طول. حد جايلك فجأة كده هتعمليها في ثواني. عايزة تعملي حاجة حلوة لأولادك هتعمليها في ثانية بالليل كده وانت قاعدة مخلصة اللي وراكي ومش قادرة تقومي لسه تعجني ولا تعملي حاجة حلوة، ولا يعني عايزة تكلفي نفسك في وقت ومجهود ولا أي حاجة، هتقومي تعمليها في ثانية. مش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود ولا أي حاجة، وطعمها جميل وهتعجبك يعني. انا جبت الشوكولاته بتاعتي الكميه اللي انا محتاجاها ونزلت عليها بمعلقه من الزيت. هحطها بقى في الميكرويف، انتي عايزه تحطها في الميكرويف ماشي، عايزه تحطيها على حمام ميه ماشي، يعني ايه اللي يعجبك. عايزه تحطيها على حمام ميه، هتجيبي بقى حله او صينيه تحطي فيها ميه وتحطي البوله فيها، والميه هتغلي تقومي موطيه وسيحي. اول ما الشوكولاته تسيح معاكي خلاص نزليها على طول. انا بعمل كده في الميكرويف على طول، يعني اسهل لي ويعني باختصر الوقت. انا هنا بقى جبت الصينيه بتاع الكب كيك، وجبت كمان الورق بتاع الكب كيك، وهعمل على حسب الكميه اللي انا عايزاها. انا هنا هعمل 6، دي الكميه اللي انا محتاجاها، فانا هعمل 6 بس. حاجه جميله وسهله وطعمها حلو قوي، وبتدي طاقه عاليه جدا لان دي شوكولاته وكراميل، فبتدي طاقه حلوه قوي. انا هنا بعد ما سيحت الشوكولاته كويس جدا بقلبها كويس جدا جدا، علشان انا مش بسيب الشوكولاته ولا في الحمام المائي ولا في الميكرويف انها تسيح خالص، يعني تسيح خالص كده واطلعها، لا بسيبها تسيح. واول ما يبقى يفضل فيها حاجات يعني حتت صغيره لسه بطلعها، وافضل اقلب فيها، اسيح بقى القطعه الصغيره دي كويس جدا. بعد ما اسيحها كويس جدا هفضيها بقى كده في القوالب بتاعتي، بس مش هامله القوالب، يعني هعمل على حسب الكميه اللي انا محتاجاها فيه. انا ما حبيتش املى القوالب بتاعتي من الشوكولاته والكراميل عشان ما تبقاش الحته يعني تقيله كده وتبقى دسمه قوي. فيعني انا عملت على حسب الكميه اللي انا هاكلها، او اللي هياكلوها، يعني انا عارفه مثلا هما بيحبوا قد ايه وبعملها. انتي عايزه تمليها، انتي عايزه تعملي اقل من الكميه دي كمان على حسب ما انتي حابه يعني. اهم حاجه واحنا بنحط الشوكولاته كده نسويها، وما نخليهاش تبقى الورقه بتاعه الكب كيك دي معوجه ولا تبقى طالعه. وحاولي كده بايدك تزقيها لتحت كده وانتي بتعملي، عشان الشكل ده هو اللي هيديك الشكل في الاخر، الشكل بتاع الكب كيك ده هو اللي هيدينا الشكل بتاع الشوكولاته في الاخر. بصوا انا بحط بقى الكميه كده، وبعدل بايدي الاقيها معوجه، بعدلها الاقيها معوجه، بعد اللي الاقيها طالعه لفوق بقوم زقاها بالمعلقه او بايدي كده بكف ايدي، واقوم نازله عليها كده. خلاص انا عملتهم خلاص، وحطيت الكميه المناسبه او الكميه اللي انا محتاجاها من الشوكولاته، هركنهم بقى على جنب، ويلا نعمل الكراميل مع بعض. لازم الشوكولاته تبقى متماسكه معانا قبل ما نحط عليها كراميل. هنا انا جبت الطاسه بتاعتي على البوتاجاز، وهبدا بقى اعمل الكراميل بتاعي. هتعملي بقى كوبايه، هتعمل نص كوبايه، اللي انت حباه واللي ترتاحي فيه اعمليه. انا هنا عملت كوبايه لان كنت محتاجه بقيه الكراميل بتاعي، يعني كنت محتاجه شويه فزودت شويه وانا بعمله. خلاص انا حطيته كده مطيه، وهسيبه بقى لحد ما الجناب دي كلها بصوا تحمر ازاي. انا مش هقلب، ما بقلبش في خالص، انا لما الجناب بلاقيها احمرت معايا بقلبها عشان ما تتحرقش فتديني الطعم مش حلو بتاع الكراميل. اجي اكله كده الاقيه محروق، او كمان يعني يبقى يبوظ لي الكراميل كله. فانا اول ما الجناب كده بتدي معايا لون بقلبه بقى، اول ما الاقي الجناب كلها بصوا ادت لون معايا، هبدأ بقى اقلب الكراميل بتاعي كله كله،
بس بالراحة، مش عايزة السكر يجي على الحروف بتاعة الطاسة عشان ما تبهدليش الطاسة، وكمان الكراميل بتاعي يتحرق، عشان لسه طبعا في ابيض كتير فمش عايزاه يتحرق مني خالص. هفضل بقى اقلب فيه، ايدي مش هتروح منه خالص. بصوا بصوا بقى لونه جميل ازاي، بقى لونه جميل، وكمان يعني مش محروق ولا اي حاجة. قلب بقى كويس، قلب قلب كده لحد ما السكر يدوب معايا خالص. طعمه بيبقى جميل جدا، بس احنا بنخففه بالاضافات اللي احنا هنحطها دلوقتي عشان ما يبقاش مسكر قوي فيموع النفس يعني ولا حاجة. كده ادى اللون الجميل بتاعه ازاي. نزلت بقى كده بمعلقة كبيرة من الزبدة وهقلب. احنا عارفين طبعا ان الكراميل لما بننزل بأي حاجة عليه، سواء زبدة او لبن او مية، بيجمد معانا. هو كده بدأ يجمد معايا بقى، وبصوا ماسك ازاي. بس انا هفضل اقلبه واحدة واحدة كده لحد ما يفك كويس معايا. هنزل بقى كده بكوباية الا ربع مية. طبعا المية على حسب الكراميل اللي انت عايزاه، وعلى حسب السمك بتاعه، يعني القوام بتاعه كده عاجبك. خلاص انت كده خلاص هتطفي وهتفضلي تقلبي بعد ما تطفي لمدة ثانيتين عشان ما يتحرقش منك. هي ممكن يتحرق. بصوا شكله بقى جميل ازاي. انا بعد ما حطيت كوباية المية غليت معايا كده، هنزل بنص كوباية من اللبن، وكمان فيها معلقة كبيرة هرمية كده من النشا. اللبن ده اختياري، اللي انت عايزاه. مش عايزه تحطي لبن حطي ميه، بس انا حبيت ان انا احط لبن تبقى حاجه مغذيه، وكمان اطفالي يحبوها. واكسر حته السكر شويه من الكراميل بتاعي عشان ما يبقاش مسكر قوي فيبقى تقيل يعني يموع نفسهم وكده. يعني اي حاجه بنحاول ندخل فيها اللبن او الحاجه المغذيه عشان اطفالنا. هقلب بقى كويس جدا. النشا لازم النشا يدوب خالص عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، يدي طعم مش حلو تحت اسناننا كده او احنا بناكله يعني. انا بعدت خالص الطاسه عن النار عشان طبعا العين مكان البوتاجاز سخنه، فهتخلي السكر بتاعي يتحرق معايا يعني. فبعدتها خالص وفضيت اللبن عليها بقلب كويس. هجيب بقى نص كوباية اللبن دي، انا حاطه ربعها مية وربعها لبن، وهنزل عليها برضو بمعلقة كبيرة من النشا وهقلب كويس. هقلب بقى هدوب النشا دي معايا كويس جدا. وبرضو منساش الطاسة او منساش الكراميل بتاعي، افضل ايدي بتقلب فيه علشان هو فيه نشا، فكل ما يعني ايدي هتبقى بعيدة عنه هيتقل، فممكن تتقل ويبقى فيه تكتلات مش هيبقى حلو خالص. خلاص انا قلبت النشا كويس، ونزلت بقى بالنشا بتاعي على الخليط بتاعي، وهقلب بقى. ايدي مش هتروح من عليه خالص، هفضل اقلب لحد ما يجي القوام بتاعي اللي انا محتاجاه. كده عملنا لهم حاجة حلوة، وفي نفس الوقت حاجة مغذية كمان، وفي نفس الوقت برضو حاجة ما تموعش نفسهم كده، وتخلي القطعة اللي هما بياكلوها تقيلة عليهم كده ومسكرة قوي. لا احنا عايزينهم ياكلوا حاجة حلوة وحاجة جميلة ما تفوقعش النفس، تبقى مغذية كمان وتتعمل في ثواني. يعني دي اسهل حلو ممكن تعمليه حاجة كده في ثانية. خلاص هو بصوا التقل الجميل ده. لو عايزاه اتقل من كده شوية اتقليه يعني. عايزة خلاص يبقى خلاص هتشيلي من على النار وتفضلي تقلبي كتير. يعني بعينك انت هتشوفي التقل المناسب اللي انت عايزاه. بس القوام اللي هيتحط على شوكولاتة، فاحنا لازم نتقله شوية عن القوام اللي احنا متعودين بنشيله بيه يعني، او بنحس ان هو خلاص كده مظبوط. لا احنا هنحط على الشوكولاتة، فعايزين القوام بتاعه يبقى تقيل شوية، حاجة بسيطة بس. والسكر على الشوكولاتة ما بيغيبش كتير يعني عبال ما بيمسك في بعضه. يعني انت هتحطوا الكراميل على الشوكولاتة، هتستنوا 10 دقايق خلاص هيبقى زي الفل ما شاء الله. وقدموه بقى بالهنا والشفا كده، هيبقى طعمه حلو جدا وهيعجب اطفالنا قوي. ولو عندكم اي قوالب ممكن تحطوها في اي قالب، مش شرط تحطوه في قوالب الكب كيك يعني، ممكن يتحط في اي قوالب. بس انا كنت حاطه يعني وكنت مستعجله وكنت عايزه اعمل اي حاجه حلوه بسرعه،
فعملت دوت كده واستسهلت اقلب الكب كيك، وكمان طلع شكله حلو قوي، طلع شكله جميل، وكمان طعمه كان جميل جدا ما شاء الله، ما استناش يعني. يا رب لو عجبكم فيديوهاتي ما تنسونيش يا اخواتي في اللايك، في الاشتراك في القناة واللايك والشير، وعشان يوصل لكل حبايبنا ان شاء الله واصحابنا كده واكبر بيكم، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بفضي بقى الكمية اللي انا عايزاها بفضيها على الشوكولاتة بتاعتي، وطبعا الشوكولاتة كانت جمدت كويس جدا، ما ينفعش انزل الكراميل على الشوكولاتة، علشان لو نزلت الكراميل على الشوكولاتة وهي سايحة والشوكولاتة سايحة كله هيسيح في بعض. وما ينفعش كمان خطوة مهمة جدا وملحوظة مهمة جدا خلي بالكم منها، ما ينفعش تنزلوا الكراميل او هو سخن قوي على الشوكولاتة، هيسيح الشوكولاتة والاتنين هيسيحوا على بعض ومش هيبقى باين لهم اي ملامح يعني. انا بصوا سبت السكر لحد ما الكراميل بتاعي هدا، يا دوبك عادي يعني اعرف امسك احط ايدي على الطاسه كده وعادي امسكها، لكن طول ما هو سخن قوي بلاش يتحط على الشوكولاته، هيسيح الدنيا ويبوظ لنا كل اللي احنا عملناه. حطي بقى الكميه اللي انتوا محتاجينها على الشوكولاته واللي انتوا حابينها، وهتاكلوا بقى اجمل واحلى شوكولاته بالكراميل حلوه قوي، ده كفايه اسمها كده يفتح النفس لوحده. هتعجبكم ان شاء الله، مش هتبطلوا تعملوها، حاجة كده ما بتاخدش ثواني. وكمان الشتا جاي بقى، والشتا عايز دفى، فالحاجات الحلوة دي بتدفي وبتدي طاقة